أهلا بكم في فيديو جديد على قناتي. وقبل ما نبدأ الفيديو دعونا نتوجه بالدعاء إلى الله لينصر أهلنا في غزة. فيديو النهاردة عن محتوى عائلة مقداد الفترة الأخيرة الذي لم ينال إعجاب البعض. قبل 4 أيام تقريبا تم رفع فيديو على قناة عصومي وليد، وكان عنوانه تحدي البازل مع أنس الشريف، وهو عبارة عن تحدي للعائلة منقسم لفريقين، الشباب وفريق البنات، وكل فريق يحاول أن يجمع قطع البازل الخاصة بصورة أنس الشريف حتى تكتمل الصورة. وقد تم بدء الفيديو بكلمة عن أنس الشريف من قبل خالد مقداد. الفيديو نال استياء أهل غزة من الصحفيين، وأيضا نال غضب بعض جمهور القناة، وكان معظم التعليقات تعبر عن غضب الجمهور، وهذه هي بعض التعليقات. وأيضا لم تكن كل التعليقات سلبية، فهناك من عبر عن حسن نية عائلة مقداد وأنهم يحيون ذكرى، وهذه هي بعض التعليقات. رأيي الشخصي أنه لا يصح أن يتم عمل لعبة تسلية ومليئة بالفكاهة على الصحفيين وعلى شعب غزة الأجلاء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ولكن هذا لا يمنع أن عائلة مقداد تساند أهل غزة من البداية. وكان الصحفي الشهيد أنس الشريف صديقا للعائلة، وأنهم من وجهة نظرهم قاموا بعمل فيديو تخليدا لذكراه، ولكنهم ربما أخطأوا بإظهار الفرح والمسح، ولا يوجد أحد معصوما من الخطأ. الله ينصر أهلنا في غزة، الله يفرج كربهم، الله يرحم شهدائهم.